السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال يا رب، اللهم امين. النهارده بقى جايلكم بروتين جديد. بقالنا كتير ما عملناش روتينات مع بعض، وبمناسبة بقى ان كتير منكم سألني في فيديو المشتريات اللي شاركته معاكم في الفيديو اللي فات ازاي بقى بعمل ميزانية بيتي وبنظمها، وكمان طلبتوا مني كتير ان انا اشارك معاكم وانا برتب مشتريات الشهر. فان شاء الله النهارده الروتين يعجبكم وكمان تتشجعوا منه وتاخدوا افكار تستفيدوا منها. ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعوا لامي بالرحمه والمغفره هي وجميع موتانا. اللهم ارحم امي وجميع موتانا والعالم كله يكون بخير يا رب العالمين. طيب في الاول كده زي ما شفتوا انا جهزت المطبخ وعملت كده مشروبي صحصحني، عشان كمان كنت بادئه من بدري جدا، يعني صحيت الصبح بدري بقى وعشان كان ورايا كمان يعني حاجات تانية كتير محتاجه ان انا اخلصها. طيب في الأول كده قبل بقى ما أفضي المشتريات وأرتبها قلت كده يعني أفضي كل المنظمات بقى والعلب اللي موجودة كلها في ضرفة الخزين وأغسلها كويس، لأن بصراحة يعني بقالي كتير ما كنتش غسلتها، هو تقريبا كده من وقت بصراحة يعني تنظيفات رمضان. بس انا في الغالب يعني بحافظ عليها دايما بقى لما بستخدمها وافضي فيها حاجه جديده. يعني بمسحها كده من بره بفوطه نظيفه طبعا من فوط المطبخ، ودايما بيكون معايا بقى بخاخ، البخاخ ده بيبقى فيه ميه وخل وشويه صابون، بلمعهم كده من بره وبلمع الغطا وما شاء الله بتبقى دايما معايا نظيفه. فالمره دي بقى لقيت تقريبا كل العلب فاضيه زي ما انتم شايفين، فده شجعني كمان ان انا يعني ابدا بقى اغسلها كلها. وعشان كمان من وقت ما جبت مشتريات الشهر اللي فات كانت الحاجة خلصت، فاشتريت بقى حاجات بسيطة كده أول بأول. فإن شاء الله كده هغسلها وأرجع كل حاجة مكانها وهي نظيفة. طيب في وسط بقى ما بنشتغل كده تعالوا نتكلم كمان عن الترتيب وعن الميزانية وازاي بقى بظبط ميزانية بيتي وماشيها ازاي. هو انا النهارده مش جايه اقولك ان انا عندي ميزانية ثابتة وكده، لا خالص. انا هشارك معاكي شوية حاجات يعني بسيطة خالص، بس بجد والله يعني فرقت معايا كتير. طبعا انا اتعلمتها ومع يعني ما عملتهاش من نفسي، اكيد كلنا بنتعلم من بعض. فيمكن لما انت تعرفيها انت كمان تغيرلك طريقة تفكيرك وتخليكي اهدى كده وتكوني مرتاحة في كل شهر. فعايزه اقول لك الاول ان انا قبل اصلا ما اشتري كل المنظمات دي انا كنت بستخدم اي علب او اي برطمانات بتجيلي مع المشتريات، لحد بقى ما بدأت أفكر كده واشتري اتنين باتنين. يعني كنت بجيب كام واحدة كده كل شهر على قد الميزانية، أوقات أجيب علبة أوقات أجيب اتنين، لحد ما بقى معايا كده كمية كويسة. طبعا كان بيتبقى من مصروف البيت جزء، بيتبقى من مصروفك الشخصي جزء، كنت بجمعهم وبشتري علبتين بعلبتين. لحد ما عملت الحمد لله كمية محترمة كده. بس عايزة اقول لكم هي مش مجرد شكل وخلاص خالص، والله العلب دي بجد فكرتها حلوة جدا، هتفرق معاكي في الترتيب وفي التنظيم، وهتعرفي بقى الحاجات اللي موجودة عندك ايه وايه اللي مش موجودة عندك. فلو انت لسه حتى يعني هتبدأي تشتري ومفيش إمكانية حاليا، الأول نظمها في أي برطمانات تكون موجودة عندك. طبعا بيبقى موجود عندنا برطمانات كتير، برطمانات صلصة، برطمانات جبنة، مثلا لو جالك برطمان سمنة علبة جبنة، او حتى علبه بلاستيك تكون نضيفه ما ترميهاش، اغسليها كويس واستخدميها. والله العظيم الحاجات دي بقت كنز دلوقتي، خصوصا ان اسعار المنظمات يعني اكيد غليت كتير خالص عن الاول او عن الفتره اللي عدت. انا عايزه اقولك ان الترتيب اصلا مش محتاج لفلوس كتير، لا خالص والله، هو بس كل الفكره ان هو محتاج شويه تفكير واستغلال بقى للحاجات اللي موجوده عندك. طيب بالنسبة بقى للميزانية، عايزة في الأول أقولك قبل ما تقسمي الفلوس بتاعتك لأي حاجة خصصي ولو مبلغ صغير خالص، حتى لو 10 جنيه 5 جنيه. والله شوفي مصروفك لو الدخل بتاعك يعني بتاخدي كام، خدي منه حاجة بسيطة خالص وشيليها على جنب. خلي كده ده مبدأ انت تكوني ماشية عليه. والله العظيم يا بنات ربنا بيبارك في القليل، وبتحسي كأن البركة دخلت في كل بند أو كل حاجة انت بتشتريها. يعني مثلا خصصي كده علبة صغيرة أو ظرف صغير واكتبي عليه صدقة الشهر، وخليه دايما بقى قدام عينيك. دي حاجة أنا جربتها، واللهم بارك اللهم بارك، من يوم ما بدأت بيها بجد حسيت الميزانية بتاعتي بقت أسهل وأهدى بكتير، وبقيت مرتاحة كده وحاسة ببركة في كل حاجة بشتريها. طيب خليني الاول هنا اقول لكم ان انا كده خلصت الحمد لله غسيل كل العلب والمنظمات، وطبعا إن هنفضي بقى شعريه ورز بقى وبقوليات وحاجات بقى كلها ناشفه. لازم طبعا كده الدنيا تكون حواليا نظيفه علشان كمان يعني ما يجيش عليها ميه وممكن تسبب عفونه. اكيد كمان لازم طبعا ينشفوا كويس قبل ما ارجع بقى يعني ارص فيهم الحاجه علشان كمان ما يعملوش ريحه وحشه. لحد بقى ما يتصفوا كده قلت افضي برضو شويه من الخزين في طقم علب الوطنيه اللي جبته معاكم قبل كده. بصراحة الطقم ده طلع تحفة بجد مش طبيعي، بياخد كميات كتيرة جدا جدا فوق ما تتخيلي، وعملي قوي في التخزين. فبجد لو قابلك في اي مكان هاتيه وما تتردديش ولا لحظة. انا كنت مترددة في الاول قبل ما اجيبه، بس الحقيقة لما استخدمته فعلا فرق معايا في شكل وتنظيم المطبخ لدرجة ان انا يعني بفكر اشتري طقم منه كمان.
عايزه اقول لكم انا كنت في الاول والله يا بنات بسيب كل حاجه في كيسها، وكل مره بقى افضل ادور واتلخبط واضيع في الوقت بتاعي، وممكن كمان اشتري نفس الحاجه تاني علشان انا اصلا ما كنتش ببقى شايفاها. لكن انا بجد من يوم ما بدات استخدم العلب، اي علب، بقى بجد بصراحه بقى في نظام، وبقى عندي كده يعني عيني بقت عارفه انا عندي ايه وايه اللي ناقصني. وده فرق معايا يعني في كل حاجه، حتى بجد في الميزانيه. يعني انا مثلا كنت فاكره ان الميزانيه دايما بتخلص علشان الحاجات غاليه، بس طلع السبب ان انا اصلا ما كنتش منظمه. اه والله بجد زي ما بقول لكم كده، مش عيب طبعا ان الواحد يعترف بالحاجات اللي يعني اللي ما كانتش كويسه وكان بيعملها. والحمد لله ان احنا بنتعلم من بعض زي ما قلت لكم. بس انا بجد من يوم ما بدات اخزن البقوليات والحاجات الاساسيه، اللي هي بقى الزيت والسمنه والرز السكر، كل الحاجات اللي بتخلص بسرعه دي، بقى في فرق كبير جدا جدا في مصروفي. انا كنت ساعات اول ما امسك الفلوس انزل اشتري بسرعه حاجات كتير، وارجع الاقي نفسي مش لاقيه حتى ادفع فاتوره الكهرباء. فمن هنا بقى بدات اتعلم ان انا يعني ابدا بالعقل قبل ما انزل اعمل مشاوير. فاهمين ازاي؟ يعني بمعنى اول حاجه طبعا لازم تعرفي دخلك الحقيقي، اقعدي مع نفسك كده واكتبي بقى كل مصادر الدخل اللي بتدخلك، مرتب جوزك، لو ليكي مثلا شغل بتشتغلي شغل معين، لو في جمعيه داخله فيها. يعني مثلا لو كل اللي بيدخلك في الشهر، انا بديكي مثل 7000 جنيه، هاتي ورقه واكتبي كده الرقم ده فوق. واعملي ان دي ورقه الميزانيه بتاعتك، وشوفي بقى الاولويات بتاعتك ايه. اعملي اول حاجه قائمه بالحاجات اللي لازم يعني بتندفع، زي مثلا فواتير الميه، النت، الكهرباء، لو في مثلا ايجار، طبعا مصاريف بقى المدارس لو في اولاد ودروس وكده، لو في لا قدر يعني لا قدر الله علاج ثابت او ادويه مستمره. الحاجات دي لازم كلها تتكتب كده، وتكتبي جنب كل بند يعني الرقم او الفلوس التقريبيه بتاعته، وسميه بقى يعني الحاجات دي أساسية، وسيبيها كده متعلم عليها. بعد كده بقى اعملي خطة، يعني اعملي خطة بسيطة لأكل الأسبوع. بصي الأول في الفريزر بتاعك، شوفي أدراج الخزين موجود فيها ايه، وحددي بقى انت ايه اللي ناقصك. لو حاطة مثلا يعني ميزانية للأكل 2000 جنيه، قسميهم على 4 أسابيع، كل أسبوع اشتري ب500 جنيه. انزلي اشتري اللي ناقص بس، يعني شوفي ايه اللي ناقص في بيتك بس واشتريه. وطبعا في حاجات لما بتشتريها الأول زي ما قلتلك زي البقوليات كلها، دي بتوفر معاكي جدا. وبرضو دايما اشتري على حسب احتياجاتك بس، ما تشتريش بقى لمجرد ان في عرض وخلاص، حتى لو العرض ده مش هتستخدميه، لا. يعني شوفي انت هتستخدميه فعلا ولا لا وهاتيه. انا كنت الاول بصراحة بتخدع في العروض، اي عرض بشوفه بحب اشتريه، لقيت نفسي بهدر في كمية يعني المصروف بطريقة غير عادية، ومعظم الحاجات اصلا انا مش محتاجاها في الوقت الحالي. فاهميني؟ وده انا بصراحة بقيت اسميه التخزين الذكي. وطبعا بيبقى فيه طوارئ، يعني حطي كل شهر كده على جنب من 5 ل10% من الميزانية بتاعتك للطوارئ. يعني لو بتاخدي مثلا 7000 جنيه 6000 جنيه، خلي دايما في 400 جنيه كده كاحتياطي، وسيبهم على جنب ونسيهم خالص، حطيهم في مكان مثلا يكون بعيد عن ايدك. حاولي بقى ما تلمسهمش خالص الا لو انت فعلا مضطرة. بجد لما تبدأي الشهر وانت منظمة ومرتبة لأفكارك، وحاسة ان كل حاجة كده مترتبة بالظبط، هتحسي بارتياح، وهتحسي كده انك ماسكة زمام الأمور. وهتحسي بهدوء كده غريب. ناس كتير بقى فاكرة ان ترتيب العلب اللي انا برتبها دي بيكون علشان المنظر يكون حلو وخلاص. صدقيني الموضوع ده مش كده خالص. انتي بترتبي علشان تعرفي كل يوم هتطبخي ايه. يعني مثلا لما اصحى من النوم كده وابص على العلب والاقي مثلا العدس ناقص، بحطه كده في قائمة المشتريات، وببقى عارفة ان انا ناقصني النهاردة عدس، ان شاء الله في الخطة الجاية او في المشتريات الجاية هجيبه معايا. طيب في يوم بقى صحيتي من النوم محتارة وما عندكيش لحوم، ما عندكيش فراخ، مش هتبقي محتارة خالص، هتفتحي ضرفة الخزين، هتبصي على اللي عندك، لقيتي مثلا شوية عدس شوية رز، ممكن تاخديهم تعملي بيهم أكلة، وده طبعا هيوفر عليكي وقت وتفكير وفلوس كمان. يعني التنظيم مش مجرد تنظيم علشان عينك بس تكوني مرتاحة، لا، انتي بتنظمي علشان كمان تختصري وقت كتير تقعدي بقى تفكري انت هتطبخي ايه وهتعملي ايه، لان كل حاجة بتبقى واضحة قدام عينيكي. ده غير برضو انك لما يعني هتنظميهم برضو هتشوفي المطبخ مترتب كده، ونفسك بقى تتفتح لشغل البيت، والعلب كده جنب بعضها بصراحة بتكون راحة نفسية كده، وبتحسي ان انتي يعني بيتك متأمن كده، ان انتي بقى مش هيفرق معاكي اي حاجة. وكمان ما تشتريش حاجات ناقصة عندك، ويعني حاجات تكون موجودة عندك وتروحي تشتري منها تاني. فاهمة ازاي؟ لا انتي طبعا شايفة بقى الحاجة اللي موجودة عندك. عايزة اقول لكم انا جيت في مرة اخر الشهر ما كانش فاضل معايا غير 100 جنيه بس، ففتحت كده يعني الفريزر، لقيت كده كيس ملوخية لفة جلاش، عملت أكلة حلوة كده وقعدت معايا يومين.
طماطم برضو لما بتكون متفرزة عندك صلصة الطماطم بتحسي كده انك ممكن تتصرفي وتعملي اي حاجة حتى لو مفيش لحمة وفراخ. طبعا الطماطم في البيت جنب بقى البقوليات والحاجات اللي موجودة عندك دي هتصرفي نفسك. وطبعا هقولك كل شهر ما تنسيش نفسك، اعملي لنفسك كده بند بسيط حتى لو 100 جنيه. فرحي نفسك بخروجة بسيطة، مثلا شوكولاتايه، حاجه بتعجبك، اي حاجه تحسي كده ان هي لنفسك. وده اصلا يعني انا بعتبره مش رفاهيه، لا قد ما هو بجد بيكون ضروري علشان تعرفي بقى تكملي الشهر وتكون بقى يعني نفسك كده مرتاحه. حاولي بجد ما تشيليش هم وتخلي الترتيب والتوفير يعني يكونوا اسلوب حياه مش بس لشهر واحد. اعملي بقى اللي تقدري عليه، وصدقيني لو جربتي مره خلاص هيبقى ده اسلوب حياه في حياتك. مفيش حاجه اسمها ميزانيه صغيره، في حاجه اسمها عقل كبير وانتي قدها. وبس كده رتبت معاكم كل بقى المشتريات النهارده زي ما شفتوا كده. ما شاء الله زي ما قلت لكم طقم علب الوطنيه ده بيكون شكله جميل جدا. فكره الاستيكر دي كان موجوده عندي بصراحه، وقلت كده يعني انا طبعا ببقى عارفه العلب موجود فيها ايه لان هي شفافه زي ما انتم شايفين، ولكن انا حبيت برضو ان يكون شكلها اجمل بكتير، فلو موجوده عندك برضو حلوه. طبعا في حاجات بتبقى مكتوب عليها بقى بقوليات رز شعريه نشا حاجات من كده، لان مش كل الحاجات بتبقى موجوده في التيكت او في الاستيكر ده. بالمرة بقى قلت امسح ضرفة الخزين لان زي ما قلت لكم من تنظيفات رمضان ما كنتش مسحتها ولا كنت قربت منها خالص. همسحها كده ببخاخ. البخاخ ده عبارة عن شوية خل، شوية مية وشوية صابون بريل عادي. همسحها كده مسحة على السريع وارجع بقى انظم الحاجات بتاعتي كده بشكل لذيذ وجميل زي ما انتم شايفين. وده بقى ترتيب الخزين زي ما قلت لكم. اتكلمنا عن التوفير والميزانية على قد ما اقدر، ممكن اكون بسطتها لكم بحاجات بسيطة خالص، يعني ممكن تكون حاجات بسيطة لكن صدقيني هي بتفرق قوي في حياتنا كستات بيوت. عايزة منك تعملي كده تحدي الشهر ده، وابدأي كده اول حاجة اشتري البقوليات، اشتري الخزين من اول الاسبوع او من اول الشهر، وابدأي نظميهم في علب وشوفي بجد التوفير ده في اخر الشهر هيعمل معاكي ايه. وعايزاكي دايما وانتي بترتبي او بتنظمي او بتوفري افتكري ان دايما الراحة بجد مش بس في الفلوس، الراحة كمان في التنظيم ويعني في التفكير. ده هيريح نفسيتك كتير لما تبقي عارفة بقى كل حاجة في مكانها وفلوسك محسوبة، ولادك في نفس الوقت مش ناقصهم حاجة. هتحسي كده انك ملكة بيتك عن حق. محدش فينا يعني غني غنى كامل، كل واحدة تقدر تكون مدبرة وتعيش مستورة ومرتاحة طالما دماغها شغالة وعندها أفكار كويسة. خلصتي معاكم كل حاجة زي ما شفتوا، الحاجات شكلها جميل جدا وهي منظمة. حتى لو المساحة عندك صغيرة اعملي ورتبي وخليكي دايما مبسوطة ونفسيتك كويسة. وزي ما قلتلك أهم حاجة الصدقة، ما تنسيش الصدقة، ما تنسيش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كتير كتير كتير، بجد بيفرق جدا والله العظيم يا بنات. صلوا على النبي، ويا ريت بقى لو تصلوا الصلاة الإبراهيمية جميلة بجد وبركة وسحر في كل حاجة. بتمنى من كل قلبي الفيديو يكون عجبك النهاردة واستفدتي منه، ولو بمعلومة بسيطة خالص. أمان عليكي لو عجبك ما تنسيش تعملي لايك علشان الفيديو يروح لناس تانية كتير ممكن يكونوا محتاجين يسمعوا الكلام ده. وما تنسيش تدعي لأمي بالرحمة والمغفرة هي وجميع موتانا. سيبيلي بقى تعليق وقوليلي بتحبي تخزني ايه، وايه اكتر حاجة بتحسي انك بتوفري فيها فعلا، خلينا كلنا نستفاد من بعض. وبس كده خلص الفيديو معاكم، هشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. بحبكم في الله، مع السلامة.